أنا ابن الشقاء ربيب الزريبة والمصطبة، وفي قريتي كلهم أشقياء، وفي قريتي عمدة كالإله يحيط بأعناقنا كالقدر، بأرزاقنا، بما تحتنا من حقول حبالة يلدنا الحياة. وذاك المساء أتانا الخفير بأمر الإله ينادي أبي، ولبى أبي، وأبهجني أن يقال الإله تنازل حتى ليدعو أبي. تبعت خطاه بخطو الأوز فخورا أتيه من الكبرياء، أليس كليم الإله أبي كموسى وإن لم يجئه الخفير، وإن لم يكن مثله بالنبي؟ وما الفرق؟ لا فرق عند الصبي وبين أسير وألقى الصغار أقول اسمعوا أبي يا عيال دعاه الإله، وتنطق أعينهم بالحسد، وقصر هنالك فوق العيون ذهبنا إليه. يقولون في مأتم شيدوه، ومن دم آبائنا والجدود وأشلائهم، فموت يطوف بكل الرؤوس، وذعر يخيم فوق المقل، وخيل تدوس على الزاحفين وتزرع أرجلها في الجثث. وجداتنا في ليالي الشتاء تحدثننا عن سنين عجاف، عن الآكلين لحوم الكلاب ولحم الحمير ولحم القطط، عن الوائدين هناك العيال من اليأس والكفر والمسغبة. ويوسف أين؟ ومات الرجاء، وقام هنالك قصر الإله يكاد ينام على قريتي ويكتم كالطود أنفاسها. ذهبنا إليه، فلما وصلنا أردت الدخول، فمد الخفير يدا من حديد وألصقني عند باب الرواق. وقفت أزف أبي بالنظر فألقى السلام. وقفت أزف أبي بالنظر فألقى السلام، ولم يأخذ الجالسون السلام. رأيت، أأنسى؟ رأيت الإله يقوم فيخلع ذاك الحذاء وينهال كالسيل فوق أبي. أهذا أبي؟ وكم كنت أختال بين الصغار بأن أبي فارع كالملك، أيغدو ليعنى بهذا القصر؟ وكم كنت أخشاه في حبيه، وأخشى إذا قام أن أقعد، وأخشى إذا نام أن أهمس، وأمي تصب على قدميه بإبريقها وتنفض عليه في صمتها وتخشى عليه نسيم الربيع. أهذا أبي؟ ونحن العيال لنا عادة نقول إذا أعجزتنا الأمور أبي يستطيع، فيصعد للنخلة العالية ويخدش بالظفر وجه السماء. وعدت أسير. أهذا أبي؟ يسام كأن لم يكن بالرجل، وعدت أسير على أضلعي على أدمعي وأبث الجدر. لماذا؟ لماذا؟ أهلت السؤال على أمية وأمطرت في حجرها دمعية، ولكنها أجهشت باكية. لماذا أبي؟ وكان أبي صامتا في ذهول يعلق عينيه بالزاوية. وجدي الضرير قعيد الحصير تحسسني وتولى الجواب. بني، كذا يفعل الأغنياء بكل القرى. كرهت الإله
وأصبح كل إله لدي بغيض الصور. تعلمت من يومها ثورتي، ورحت أسير مع القافلة على دربه المدلهم الطويل لنلقى الصباح، لنلقى الصباح، لنلقى الصباح.